السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم غنحضر معكم الطاجين بالملوخيه او الباميه. عندنا هنا الدجاج، وعندنا ملوخيه او الباميه، عندنا هنا بصله مقطعه، عندنا هنا مطيشه وحده مقطعه طريفات صغار، عندنا هنا 4 ديال البطاطات وفلفله حاره، عندنا هنا القزبر ومعدنوس مقطعين صغار، وعندنا 3 دريسات ديال الثومه، هنا سكينجبير، الخرقوم، الكمون، الملحه، الابزار، تحميره او بابريكا، زيت الزيتون والزيت النباتيه. ندوزو هنا نقطعو الدجاج، نقطعو الدجاج طريفات، كل طرف على 2، ملي تقطعيه يمكن تخليه هكاك، المهم كل واحد على حسب داكشي اللي تيبغي، والدجاج تا هو على حسب كل افراد العائله، يمكن لك تزيدي يمكن لك تنقصي، يمكن لك ديري باللحم ولا بالدجاج ولا باللادان، ديري باي حاجه يمكن داكشي اللي موجود عندك يمكن ديريه به. هنا عندنا الثومه، الدرسات ديال الثومه غندوزو نقطعوهم قطع صغيره طن رقيقه، انا هي قطعتهم، يمكن لك دير هكاكا ديال الثومه ولا تحكيهم، انا هنا قطعتهم طريفات صغار. بعد ما قطعنا الثومه هنا غندوزو نديرو الطاجين فوق البوطه، نديروها بوطه مهيله. هنا درنا الزيت النباتي، واحد 2 معالق ديال الزيت النباتيه، و2 معالق ديال زيت الزيتون، غنديرو البصله وحده مقطعه، غنزيدو عليها دوك الطريفات ديال الدجاج، المطيشه اللي قطعناها حتى هي طريفات صغار، الثومه اللي قطعناها حتى هي دريسات تاع الثومه تا هما نديروهم، هنا معلقه ديال الملحه، هنا معلقه ديال الخرقوم عواد، خرقوم بلدي، هنا نص معلقه ديال الفلفله حمراء او التحميره او بابريكا، معلقه ديال سكينجبير، ونص معلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود، 4 معالق ديال الكمون. غندير النص ديال الكميه ديال القزبر او معدنوس، غنحركوهم نخلطوهم مزيان ونخليهم يتشحروا واحد شويه. غندوزو الملوخيه او الباميه، واحد الزيف، وغادي نمسحوها مزيان مزيان من داك الشوك ولا داك اللي تيكون فيها،
نحكوها مزيان، نمسحوها مزيان ما يبقى فيها والو. ايه بشويه بشويه تتمسح مزيان. راه الملوخيه بقات تبارك الله جديده، تيكون في هذاك الشوكتيتك. وهنا غنحيدو غير داك العويد اللي لتحت باش داك الجيلاتين ولا داك ما تطلقش لينا فيها. المهم نستمروا نبقاو نمسحو مزيان، نحيدو نحكوها مزيان من داك الشوك اللي فيها، ونحيدو لها غير هذاك الرويس، هكاك الرويس اللي لتحت صافي بوحدو، ما نضربوش الموس ندخلو باش ما تجيش. هنا من بعد ما حكينا كامل ومسحناها مزيان غادي نغسلوها ونصفيوها، وغادي ندوزو نقطعو بطاطا نقطعوها طريفات، نقطعو دواور. المهم الحجم متوسط، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش ثاني رقيقه بزاف، حجم متوسط كتجي زوينه مع الملوخيه. عرفتوا الوليدات تيبغيو البطاطا، يعني ضروري خاصنا من البطاطا، وخا نديرو اي حاجه خضر البطاطا. نقطعوها دواور متوسطه. بعد ما قطعناها غندوزو، بعد ما هنا تشحر لينا الطاجين مزيان، تشحر لينا داك الدجاج مع البصيله ومطيشه وداك شويه القزبر ومعدنوس الثومه والتوابل اللي درنا. بعد ما تشحر لنا مزيان نحركوهم مزيان، نقلبوهم باش يشربوا لنا ديك العطريه ويشربوا لنا ديك لاصوص وداك البصيله وداك الشيء كاملين. غادي نقادوهم في الوسط في الطاجين باش نقادو مزيان، نقادو الطويجين ديالنا. وغادي ندوزو باش نديرو البطاطا، نستفوها في الطاجين، نستفو ديك البطاطا على الطاجين كامله، ندوروها في الطويجين ديالنا. غتيجي غزال تبارك الله، الطويجين تيجي تيشهي ما شهيتكم فيه، تيجي تبارك الله غزال. غادي نستمروا تنستفو البطاطا. شاركوا معنا في القناة، دعمونا فضلا وليس امرا. الا غلطنا معكم ولا شي ونكونوا خفافين على قلبكم. من بعد ما استفنا البطاطا في الطاجين غندير الملوخيه، بعد ما مسحناها وغسلناها وسقطرناها من نشفات. غنديرو الملوخيه او الباميه كل كي كيسميها، اللي راه ما كتغيا تطيب، راه ما كتستغرقش شي وقت طويل بزاف، كتجي زوينه وخفيفه. من بعد ما استفناها غادي نقطعو مطيشه حتى هي واحد على 4، حتى هي كنديروها في الطويجين كتجي زوينه مع ديك الملوخيه، كتجي في الطاجين زوينه. نقادوها دوك الطريفات قطعناها على 4، نقادوها مزيان نحطوها في الطويجين، ونديرو راس الفلفل داك الحار، وندوزو نديرو نمرقو. ندير واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء، غير بارد الماء، ونزيدو نص كاس او كاس الا ربع تاني ديال الماء، ونغطيو الطويجين ديالنا ونخليوه يطيب. من بعد هنا طابلنا الطاجين ديالنا، او تبارك الله جا غزال تيبان تيشهي، طابت كلشي، طابت لنا الخضيرات، طابت لنا شي 40 دقيقة هكاك او 45 بوطة مهيلة. من بعد ما طاب غادي نديرو عليه القزبر ومعدنوس من الفوق، ونديرو بعد ما درنا القزبر ومعدنوس غنديرو عليه واحد المعلقة ولا 2
ديال زيت الزيتون. وهذا هو الطبق النهائي موجود. وشكرا على المتابعة، إلى فيديو جديد إن شاء الله. ودعمونا في القناة وديرنا ابوني وجيم وكومنتات زوينين باش تبقاو توصلوا ديما بالجديد. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.